اثبت لي كده ان احنا ازاي دلوقتي في رمضان ومتسلسلين زي ما انتوا فاهمين، وانتوا لسه بتعملوا الغلط والمعاصي برضه. اكبر اثبات اهو ليك ان انتم اللي بايظين من جوه، معلقين كل حاجه على الشيطان، وانتم اللي جواكم وحش اساسا حتى مع نفسكم. انت تقدر تجاوب عليا؟ عينيا هجاوبك حاضر. انت مين وسوس لك اول مره اساسا علشان تعصي وتقول لا؟ ايه مالك باصص لي وساكت ليه كده؟ انا اقول لك. تعرف النفس ولا ما تعرفهاش؟ النفس الاماره بالسوء دي غريزه جوه الكائن بتقوده للشر، وكل ما هو كان بيشحن نفسه بجهل ومعاصي النفس الاماره تسيطر عليه اكتر واكتر. النفس دي هي الامتحان بتاع كل واحد فينا، الاختبار اللي من خلاله نشوف هتبقى قادر تمسك نفسك عن الغلط ولا لا. انت متسلسل، بس انت كنت شاحن الناس مخلي دماغهم شغالة بالجهل والقرف حتى وانت بعيد عنهم. هم مشحونين بوسوستك. وكمان انا عارف انك متسلسل بس ليك اتباع، وهم للاسف مننا زي ما بنقول شياطين الانس. دول بقى مش متسلسلين، دول بيعملوا دورك في غيابك بسببك برضه. مع ذلك انت معاك حق في حاجة، اللي بيعلق مشاكله وجهله على الشيطان ويقول الشيطان غواني. لا، المفروض كل واحد يعلم نفسه انه يبعد عنك ويخلي نفسه من جوه بيضة ما فيهاش اي نقطة سودة تخليه بعد كده هش وضعيف قدام الغريزة اللي مسيطرة عليه، ومخليه يعمل الغلط في كل وقت بيك او من غيرك. احنا كلنا غلطانين في حق نفسنا، كل واحد قادر يبقى كويس وقادر يبقى وحش، الاختيار بايد كل واحد فينا. الحلال متعب والحرام متعب، الاحسن ان نختار الحلال حتى لو عملت كل حاجة حرام. المغفرة كده كده مضمونة بإذن الله، بس احنا ناخد الخطوة. الرحمة مخلوقة لينا، بس ناخد القرار. طب يا نبيه، هو لو كان هيغفر لك وخالق الرحمه ليك وبتاع، سابك ليه تقع في المعصيه اساسا؟ سابكم كلكم ليه تبقوا متشتتين وحارمكم من حاجات تخليكم تكفروا، وفي منكم مولود لاقي نفسه حواليه كل الغلط؟ انتوا لازم تفوقوا من غسيل المخ بتاعكم ده. منين عايز يرحمك، ومنين سايبك في الضياع زي ما انت بتقول؟ هقولها لك 1000 مرة، احنا في امتحان وبنقع ونعوض ونقع ونعوض، كل واحد هو اللي بيختار سكته. ربنا مش بيجبر حد على الطريقة الصح او الغلط. طب ليه عمل الغلط اساسا؟ علشان نبقى فعلا مستحقين الجنة. الواحد لما بيشتغل بياخد فلوس على قد تعبه، كل ما تتعب في الشغل كل ما تاخد فلوس اكتر. ربنا خلقك تتصرف بنفسك، اخترت الصح انت الكسبان، اخترت الغلط انت اللي هتخسر. وربنا عرفنا بكل صراحة المكافأة الجنة والعقاب جهنم، مفيش اختيار تاني. بس برضو مهما غلطنا ربنا هيغفر لنا ان شاء الله. ما تقلقش، بس خليك يقين انك عايز فعلا تبقى احسن. اعمل اللي عليك في الامتحان عشان تنجح، ده الطبيعي. احنا ازاي هنعيش في حياة فيها الصح بس؟ طب ما كنا في الجنة خالدين وخلاص، ايه لازمتها الحياة؟ حكمة ربنا ان كل ده يحصل، خلقك وعارف انت هتعمل ايه، وخلقنا وعارف كل واحد فينا جواه ايه. احنا لينا نسبة اختيار اننا نبقى كويسين ولا نبقى مش تمام. ربنا جابر علينا القدر، ولكن برضه ادانا صلاحية الدعاء، ممكن يرد القدر. كاتب لنا الرزق كلنا، بس بيرزق اللي يستاهل وعامل اللي عليه. ربنا ليه حكم كتير، هو الخالق وهو العليم بكل شيء. احنا اللي مخلوقين ضعاف ما نعرفش حكمته. احنا بس نعرف ان ربنا مش هيخلق حد يعذبه ولا يخلق حد علشان يتظلم. ربنا بيكرمك وبيدبر امورك بطريقه انت ما تتخيلهاش ولا حد يتخيلها. ما ينفعش حد يقول هو عايز يغفر لي ما يغفر لي، طب ما هو اللي وقعني في الذنب. لا يا حبيبي، الانسان زي ما قلت لك، زي ما كل واحد مسير في حاجات معينه احنا مخيرين برضه. ولو دورت كده وشغلت دماغك احنا مسيرين في الحاجات اللي بتفيدنا بس، ومخيرين في الحاجات اللي بتأذينا. يعني عز وجل فرض عليك اللي في مصلحتك، بس مش فرض عليك تعمل حاجة غلط. ده بقى شغلك انك تخفي عن كل واحد الكلام ده كله، بس الحمد لله ربك يرزق الكل والكل يتشال من عليهم الغشاوة.